السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. يا صباح الورد والياسمين، يا مساء الفل، حسب ما بتشوفوا الفيديو، بس انا بعمله الصبح. يلا بينا بقى نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهاردة بقى هنعمل مع بعض بط محشي بطريقة سهلة جدا جدا، ولا هنسلق بقى ولا اي حاجة، بط مشوي في الفرن بطريقة بصراحة هتعجبكم ان شاء الله. بس ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتشتركوا في القناة عشان تدعموني وعشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا بقى نشوف الطريقة بتاعتنا، هنشوف هنعملها ازاي. انا بقى جبت البطاية وغسلتها كويس جدا جدا بالدقيق وبالملح، فرقتها كده وخليتها قشطة زي ما حضراتكم كده شايفين. بعد كده بقى هحضر محلول النقع بتاعنا. جبت طبعا طبق كبير، نص كوباية خل. بعد كده هحط 3 معالق سكر و3 معالق ملح، وهنحط كده حبة توابل بساط عشان خاطر ايه، البطة تتبل فيها كده لمدة 4 ساعات او يوم كامل على حسب طبعا ما هتحبه. بس هي اهم حاجة، اقل حاجة لازم تقعد في المحلول ده 4 ساعات. بس لو قعدت من بالليل للصبح بتبقى طبعا احسن. ونقلب كده لحد لما السكر والملح يدوبوا كويس جدا. انا حاطه نص كوبايه سكر و3 معالق ملح كبار و3 معالق سكر كبار ودوبناهم. بعد كده بقى نزلت بليمونتين قطعتهم كده طرنشات، وطبعا عصرت الميه اللي فيهم جوه الميه دي. وبعد كده نزلت بورقتين لوري. وبعد كده هنزل برضو بمعلقه روزماري. وبعد كده هنجيب البطايه بتاعتنا وننزلها في المحلول بالشكل ده. لازم نغطاسها كده ونخليها كلها جوه المحلول لمدة 4 ساعات أو لمدة يوم، يعني على حسب الوقت بتاعكم. يعني ممكن لو هتعملوها بكرة تعملوا الخطوة دي بالليل. لو مستعجلين بقى تصحوا بدري تعملوها وتسيبوها منقوعة 4 ساعات لحد ما تيجوا تسووها. المحلول ده بقى بيساعد اللي هي الأنسجة بتاعتها تطرى كده وتستوي بسرعة، بتبقى طعمها جميل وطرية، واللحم بتاعها طري جدا. بعد كده بقى اجيب الصينيه واحط الفرشه بتاعتنا بتاعت البط اللي احنا هنحطها تحت البطايه. صباح الخير يا ماما، بتعملي لنا ايه النهارده؟ صباح الورد يا حبيبتي. ايه يا منونه، انت صحيتي؟ سؤال المصريين. حبيبتي يا منى، النهارده هنعمل بطايه مشويه كده في الفرن، عشان ايه بقى ادلعكوا شويه النهارده. تسلم ايدك، اكيد هتطلع حلو. حبيبتي يا منى، انا مقطعه بقى في الصينيه بتاعتنا، تعالي اتفرجي عليا انا بعمل ايه. انا مقطعه في الصينيه بطاطس، وطبعا برتقانتين مقطعهم طرنشات، وحطيت ملح وكمون وفلفل اسمر، مش هنحط اكتر من كده، وحبه روزماري واتنين حبهان، وطبعا الورق لوري. لكن ولا نحط بقى بصل بودر ولا توم بودر ولا بابريكا ولا اي حاجه، هو الفلفل الاسمر الملك هنا مع البطايه. وادي الملح بتاعنا طبعا، ونقلب نقلبهم كده مع بعض. وطبعا حطيت يعني عودين كرفس كده قطعتهم قطع صغيرة، يبقى جزر وكرفس وبطاطس وبرتقان والكرفس والتوابل بتاعتنا وفلفل اخضر. ونحط البطايه. ونحط بقى لا راس البطايه الاول اهي، أمم. والزور بتاعها. ايوه. يعني هنوديهم فين؟ هنحطهم كده. وادي البطايه بتاعتنا اللي احنا بقى شطفناها من المحلول شطفه واحده، وسبناها ايه تنشف. بعد كده بقى بعمل ايه كده يا منى؟ قطعيها. بشرطها شرطتين شرتين. كده عشان ايه تستوي كويس، وعشان التوابل اللي احنا هنحطها دلوقتي تدخل جواها. هجيب بقى الحشوه بتاعتنا يا منونه. رز. رز، كوبايه رز واحده، وبصلتين كبار، وجزره مبشوره، والكبد والقوانص بتاعت البطايه قطعتها صغير. وطبعا الرز انا غسلاه ومصفياه كويس،
وحطيت فلفل اسمر بس، والملح طبعا بتاع الرز، ونقلبهم مع بعض، ونقلب كده. هو الرز ده بقى هنعمل فيه ايه؟ لا، الرز ده عشان ده حشوة البط، بيكون طعمه جميل جدا جدا جدا. ممكن لو حابين نحط سنة قرفة بنحط. وهحط بقى معلقتين صويا صوص، ومعلقتين دبس رمان. ليه؟ بنحبش بقى الرز بتاعنا والبطاية كمان، ما ده هيدي طعم للبطة وطعم للرز. دبس الرمان مع الصويا صوص بيبقى جميل جدا. واكيد بقى نقلبهم كويس جدا. ما شاء الله، انت حفظتي خلاص. ايوه. بعد كده بقى نقلب كويس جدا زي ما منى قالت، ونحضر بقى البطاية بتاعتنا. الصينية اللي فيها الفرشة اللي تحت البطة طبعا دي بتبقى طعمها جميل جدا، بطاطس كده بتبقى حلوة بصوص البط بقى. ونحط الرز في البطه. ايوه اهو، انا هحط الرز قدامك اهو. نحشي بقى البطاية بالرز اللي احنا عامليناه الجميل ده. التوابل اللي احنا حطيناها فيه بسيطة جدا، فلفل اسمر وملح والصويا صوص والدبس الرمان. والدبس الرمان. نحشيها كده كويس، بس طبعا مش هنملاها قوي يعني، لان الرز هياخد مكان لما يجي يستوي. ونحشيها كويس جدا. ماما هي دي شيماء؟ ايوه دي شيماء. ايه رايك؟ هعمل لكم النهارده شيماء. وندخل كده الرز. شيماء دي احلى شيماء، احلى شيماء. ولا هنسلق شيماء ولا هنعمل اي حاجه في شيماء، احنا هنشويها النهارده. طبعا انا بنضف كده البطه من بره مطرح الرز، وهنكتف بقى شيماء. مم. هنكتف البطايه الجميله بتاعتنا عشان ما تتحركش مننا، ولا تروح هنا ولا تروح هنا. امسحها كده. وبعد كده جبت خله من الطويله وقسمتها نصين. لو حابين يعني تخيطوها بخيط على حسب راحتكم، او بخلتين صغيرين على حسب برضو راحتكم. انا عملتها بخلة واحدة كبيرة بالشكل ده. ايه رأيك يا منى؟ شكلها تحفه. شكرا يا منى. جبت بقى طبق عشان هعمل الصوص بقى اللي بيتحط فوقيها. حطيت ملح وفلفل اسمر في الطبق، وبعد كده هحط معلقة صويا صوص ومعلقة دبس رمان. طبعا هيديها بقى لون حلو وشكل جميل جدا وطعم تحفة بجد. نقلبهم كده مع بعض لحد لما الملح وكله يتجانس مع بعض. ونص كوباية برتقان، ونقلب. وربع كوباية زيت. ونقلب بقى كده كده، يبقى محلول حلو جدا اللي احنا هندهن بيه البطاية. شفتي بقى يا منى؟ انا هعلمك تعملي الاكل. وادي البطاية بتاعتنا اللي احنا كتفناها. هنحط بقى المحلول ده عليها. صوص جميل جدا وبيديها طعم جميل جدا جدا الصوص ده. ندخل كده في الفراغات، نغطيها كلها بيها. هيدي طعم جميل للبطة، وطبعا هينزل على البطاطس يبقى اديها طعم جميل جدا. ونزلت بكوبايتين مية. واكيد طبعا احط ورق زبده، صح كده؟ ايوه، انت حافظة بقى. اي. بعد كده نحط ورقة الزبدة، وفوقيها ورقة ايه، فوي. ونغطيها كويس جدا جدا جدا. ونحطها على النار شوية، تاخد كده غلوتين على البوتاجاز فوق. وبعد كده ندخلها الفرن. وبعد كده ندخلها الفرن. كل كيلو بط بياخد ساعة في التسوية. يعني 2 كيلو بط ياخد ساعتين، 3 كيلو بط ياخد 3 ساعات. قطعنا كده الورق، بظبطها بس واقفلها كويس جدا. هنسيبها على النار شوية لمدة مثلا نص ساعة، وبعد كده بقى ندخلها الفرن وهو الفرن سخن كده.
وبعد حسب الوقت طبعا بتاع البطاية، زي ما قلنا كل كيلو بياخد ساعة على حسب البطاية بتاعتكم. بعد ساعتين طلعوا شوفوها، هتلاقوها صوبيا كده وجميلة ومستوية حلوة جدا. ودي بعد ما خرجت من الفرن. تسلم ايدك تسلم ايدك، شكلها تحفة. شكرا يا منى، ألف هنا يا حبيبتي. وادي شكل البطاية بتاعتنا في الآخر. أتمنى إن الطريقة تكون عجبتكم، وأتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبتكم الطريقة وعجبكم الفيديو، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك والشير وسبسكرايب وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.